السلام عليكم حبايبي، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة حبايبي مش جايين بحاجة جديدة ولا بأكلة جديدة. احنا النهاردة هنعمل كده حاجات متنوعة لشهر رمضان الكريم، يعني هندي لبعض أفكار شوية في الأكلات بتاعتنا. طبعا أول سفرة رمضان بيبقى فيها محشي. عملنا طاجن ورق العنب باللحمة المشوية. ممكن كمان يتحط على سفرة رمضان الفراخ المشوية، عملناها بطريقة لذيذة جدا وعملناها بطريقة حلوة. حشيناها من جوه رز، ومش اي رز، عملناها محشية برز بالخضار. كان طعمه خطير، شرب من صوص الفراخ اللي احنا تبلناها بيه. وطبعا بهرنا الرز بطريقة معينة وكان روعة. يعني الفراخ دي لو اتعملت لوحدها كده على سفرة رمضان وجنبها شوية محشي، حكاية. زي ما انتوا شايفين الفراخ تتحدث عن نفسها. شايفين بقى الرز اللي تحت الفراخ ده جميل جدا، ومش عايزة اقول لكم ان الرز كمان اللي جوه الفرخة له طعم تاني خالص. ممكن يتعمل جنبه شوية جلاش باللحمة المفرومة. عملناه طري كده وحلو وبطريقة سهلة وبسيطة. جنبه طبق سلطة خضراء، وهتبقى أكلة حكاية. شايفين الجلاش بالطريقة دي طالع طري جدا، وعملنا له تسقية كانت مخلياه طري جدا وكان ليه طعم جميل. تمام. طبعا اللي حابب بط، عملنا البط على القناة بطريقة سهلة. عرفنا مع بعض ازاي ما ياخدش وقت مني في التسوية. حطينا في المرقة بتاعته او الشوربة طبعا مكونات خلته يسرع من سوى البط معايا، وكان في نفس الوقت اللحم بتاعه طري طري، ما نشفش معانا ولا اي حاجة. زي ما انتوا شايفين عملناه برضو مع بعض وكان روعة. يتعمل جنبه صينية رقاق باللحمة المفرومة بالطريقة الأصلية. عملناها في القناة مع بعض، ما فيهاش أي افتكاسات وما فيهاش يعني حاجات كده مخترعينها، لا، الطريقة الأصلية اللي احنا نعرفوها. كان طعمه خطير. شايفين الجمال؟ تعالوا بقى للحمة المفرومة. عملنا نوعنا بكل ما تشتهيه الأنفس. يعني عملنا كفتة البرغل، عملناها بكمية حلوة قوي، ضعفنا كميتها. انا عايزة اقول لكم ان الصينية دي لفت العالم. الصينية دي حازت على اعجاب كثير من المتابعين وجربوها، شكروا فيها جدا. عملت معاهم كمية حلوة جدا، ومش عايزة اقول لكم طعمها كان شكله ايه، فوق الروعة. جربوها جنب شوية مكرونة وطبق سلطة وشوية طحينة، هيبقى برضو فطار جميل وهيعجبكم. وزي ما انتوا شايفين يعني الكفتة كده تتاكل أكل. شايفين الجمال؟ برضو عملنا فيها حاجات خلتها طالعة لذيذة بالشكل ده. يتعمل جنبها شوية مكرونة. المكرونة عملناها مع بعض في القناة، كانت المكرونة المحمرة، كانت سهلة وخفيفة، وكانت طعمها يعني مش تقليدي زي المكرونة اللي احنا بنعملوها. طبعا السمبوسة دي لازم على سفرة رمضان. عملناها بطريقة اقتصادية جدا، عملناها موفرة جدا، عملناها بالجلاش. ايوه بالجلاش، وطلعت روعة روعة وفوق الممتازة كمان. ادت نفس النتيجة بتاعة ورق السمبوسة واحسن كمان بكتير. انا مستعجلة وعايزة اعمل سمبوسة، لا عندي عجينة السمبوسة ولا مستعدة ان انا اعجن دلوقتي واعملها. عملت ايه؟ جبت لفة جلاش وعملت بيها احلى سمبوسة ممكن تاكليها. شايفين مورقة ازاي وروعة ازاي؟ تتحشى جبنة بقى، تتحشى لحمة مفرومة، اللي انتي حباه. هنعمل مع بعض شعرية بالخضار. اشوي لحمة او اشوي فراخ واعملي معاها شعرية بالخضار. الشعرية بالخضار دي بقى كانت طعمها مميز. زهقنا من الرز وزهقنا من المكرونة، وقلنا نغير شوية ونعمل شعرية بالخضار. وفعلا كانت أطعم بكتير وأحسن بكتير من المكرونة والرز. عملنا مع بعض كفتة. الكفتة دي على البوتاجاز من فوق، عملنا لها صوص جميل وعملنا معاها مكرونة. الكفتة دي مش كفتة داود باشا، لا، دي كفتة تانية خالص بصوص تاني وبطريقة تانية. ألا تفكروها كفتة داود باشا. دي كفتة اقتصادية وعملناها معاها مكرونة روعة. عملنا صينية الفراخ بلسان العصفور والخضار.
لسان العصفور ادى نفس نتيجة الرز البسمتي، بس بطريقة بقى ممتازة. ممكن نعمله مع بعض البانيه مع المكرونة الخضراء. المكرونة الخضراء دي مكرونة بالشبت والثوم، كانت ريحتها فوق الممتازة، وكان طعمها كمان مميز كتير عن المكرونة العادية اللي احنا بناكلها. جربوها بس وهتدعولي، لان المكرونة دي فعلا ملهاش حل، احسن من المكرونة الحمراء بكتير، لها طعم كده ولها مذاق تاني خالص. دي ممكن تتعمل بقى جنب اي اكل بدل المكرونة الحمراء. الطواجن بقى، عندك طاجن الكفتة الروعة ده اللي احنا عملناه بصوص رائع جدا. عملنا جنبه رز بشعرية، او تعملي جنبه رز الحبة والحبة، طبق السلطة، وكلي بقى واستطعمي الكفتة الجميلة دي. طبعا انا كل الكفتة اللي انا عملتها على القناة ضعفت لكم كميتها، وعملت كمية اقتصادية حلوة جدا. الرز اللي بالخضار ما نسيناهوش، حبينا نغير في الرز، عملته بالخضار، بس ده بالرز البسمتي، ممكن يتعمل بالرز العادي خالص زي ما انتوا شايفين، وممكن اعمله كمان بلسان العصفور يحل محل الرز. برضك الدبابيس الكدابة كانت روعة روعة روعة. زهقنا بقى من اللحمة والفراخ، تعالي لصينية السمك الجامدة دي، تتبيلة روعة، طعم مفيش أجمل من كده، يعني 10/10، هتحبوها وهتعتمدوها. ممكن كمان نعمل طاجن الكفتة الجميل ده مع بطاطس مشوية. عايزة تعمليها بالخضار، تحطي صابع الكفتة كده على الطاجن وهيبقى جميل جدا، احسن من قطع اللحمة، جنب شوية رز او مكرونة او تكليب عيش. طاجن الفراخ بالبطاطس والجزر، الفراخ طالعة دايبة دوب، والبطاطس والجزر محتفظين بتماسكهم وما تهروش معانا. يتعمل جنبها شوية مكرونة او شوية رز بشعرية زي ما انتوا حابين، وطبق السلطة الخضراء كده، هتبقى اكلة روعة. شايفين الجمال؟ الخضار ما اتهراش وكان جميل جدا، وعملنا له صوص حلو قوي. ده برضو تغيير في الاكل وافكار في اكل رمضان بتبقى سهلة. البريمة والصواني اللي في الفرن بتبقى سهلة كتير. طبعا ما نسيناش صينية اللحمة المشوية او ورقة اللحمة المشوية. تبلي بقى يا ست البنات احلى صينية لحمة مشوية بالخضار، وزقيها في الفرن، وكلي بالعيش، كلي بالرز، زي ما انت حابة كليها. حبايبي كل سنة وانتوا طيبين، ويا رب أكون فدتكم بالفيديو ده واديتكم أفكار لأكلات الشهر الكريم، واشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد، وبألف هنا.